سلام سلام. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم لا تارتا موند الاسبانيه. كتكون معلكه روعه وما غاديش تشبعوا منها. اهم حاجه انها كتوجد في 10 دقائق وغير بثلاثه المكونات فقط. ما غاديش نطول عليكم وندوزو مباشره للمقادير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو ثلاثه ديال المكونات اللي فيهم 4 ديال البيضات، كاس العنبه ديال السكر سنيده، و260 غرام بودرة اللوز. كناخدو الخلاط الكهربائي، غادي نضيفو 4 ديال البيضات وكاس العنبة ديال السكر سنيدة. بالنسبة للتنسيم ديروا اللي بغيتو، هنا غنضيف انا غير الفاني وغادي ندير الطراب. اهم حاجة في هذا الخليط خاص البيض ديالنا والسكر يطرب مزيان. غادي نضيف قبيصة ديال الملحة وغادي نخلط الخليط ديالي حتى كيتبدل اللون ديالو. كنحصلوا على هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نضيفوه في واحد الاناء. بالنسبه هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه غادي ناخذوا البودره ديال اللوز وغادي نبقى نضيفها بشويه بشويه على الخليط ديالي. وكيف ما كتشوفوا كيفاش كندير، كناخذ السباتيل وكنحرك من التحت للفوق باش البيض ديالنا ما كيطيحش. وانا كنضيف البودره ديال اللوز تدريجيا، يعني ما كنخلطهاش يعني بشكل عشوائي. صافي غادي نبقى نضيف بشويه بشويه حتى كنسالي البودره ديالي ونخلط الخليط ديالي مزيان وغير بشويه كيف ما كتشوفوا. صراحه اسهل طاخت انا كتجيني وروعه في المذاق وكتجيب واحد التعليكه اللي يا سلام ما غاديش تشبعوا منها. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. صافي هنا الخليط ديالي واجد. غادي نجيب المول اللي غندير فيه الخليط. كيف ما كتشوفوا هنا درت فيه لتحت بابي كويسون، وفي الجوانب دهنته غير بواحد شويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق. غادي ناخذ الخليط ديالي وغادي نضيفه في المول. كيف ما قلت لكم بعد ما كنكونوا مسخنين الفران على 150 درجه. بالنسبه لهاد لاطاغ مزيانه للناس اللي ما كيبغيوش الدقيق في الكيك او لا الزيت. هاد لاطاغ هادي صراحه غزاله. هنايا غادي نحاول نحركها باش يجيني الحجم ديالها هو هذاك. هنايا البنات راه ما كتجيش طالعه وما كتجيش هابطه بزاف، كتجي مويان. بالنسبه لهاد الوصفه الاسبانيه يعني حتى كطيب هما كيدردروها بسكر كلاصي، وانا قلت لما لا نضيفو لوز ايفيلي من الفوق يكون احسن. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. غادي ندخلها للفران. كيف ما كتشوفوا غادي نديروها على 30 دقيقه وعلى 150 درجه. كيف ما كتشوف اون فوا نساليو 30 دقيقه كنخرجوها. وهنايا كيف ما كتشوفوا لاطاغ ديالي ها هي وجدات. كنخليوها تبرد تماما، عاد كنجيب واحد السكين غير باش كنتاكدوا انها ما التصقتش لينا في الجوانب. شوفوا البنات كيفاش كتجي روعه صراحه. وغادي نقطعها معاكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف عليكم وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك والتشجيع ديالكم، وبسلامه عليكم.